اليوم غادي نحضر معكم فطائر تركية مالحة في المقلاة، كتجي لذيذة وهشيشة وبعجينة سهلة وبدون دلك. خليكم مع الفيديو حتى الاخر. بالنسبة للعجين غادي نحتاجو 4 كؤوس من الدقيق، ملعقة صغيرة من السكر، الملح، الخميرة الفورية، 3 ملاعق كبار من الزيت، ملعقة كبيرة من الخل، وكأس من الماء الدافئ. من بعد ما ارتحتنا العجينه ديالنا غادي نقسموها لكويرات صغيره. اما الحشوه غادي نخلي لكم المقادير ديالها اسفل الفيديو. غادي نجيبوا الكويرات ديالنا وغادي نطلقوهم، غادي نوضعوا الحشوه ديالنا بهذه الطريقه. من بعد غادي نجيبوا فرشات باش نشدوهم مع الجناب باش ما تخرجناش الحشوه ديالنا على برا. من بعد غادي ندهنوا المقلاة ديالنا بالزيت وغادي نوضعوا عليهم الفطائر ديالنا وغادي نقلبوهم على الجهتين حتى كيوجدوا. الفطائر ديالنا واجدين، كيجيو لذاذين بزاف بعجينه هشيشه، ساهلين في التحضير، كيوجدوا بسرعه. كنتمنى تجربوهم. ما تنسوش تخليو لي الراي ديالكم في الكومونتير، ضغطوا لايك وبالصحه والراحه.